بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فاطمة الزهراء، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية اللون الأخضر في المنام. هنتكلم عن أهم البشارات وأهم التفسيرات المتعلقة برؤية اللون الأخضر. أولا بشكل عام اللون الأخضر من الرؤى اللي بتبشر الشخص بالخير، كمان بالبركة، بالمال. أحيانا بتدل على حصوله على مثلا ميراث. كمان لو كان تاجر فمن الرؤى اللي بتدل على مكاسب مالية، على ربح ممكن يحصل عليه. أو لو كان عاطل فمن الرؤى اللي بتدل على وظيفة كويسة أو وظيفة مرموقة هيعمل فيها. كمان اللون الأخضر للشخص اللي لسه بيدرس أو الطالب برضو بشارة بالنجاح وبالتفوق. كمان لو كان موظف فبرضو من الرؤى اللي بتدل على تحقيق إنجازات في عمله، نجاحه في عمله، كمان بشارة ليه بالترقية. اللون الأخضر كمان من الرموز اللي بتبشر بتبديل الحال للأفضل وللأحسن. كمان من الرموز اللي بتدل على انتهاء هموم وحل مشاكل. لما يشوف الشخص انه بيرتدي حذاء لونه اخضر فمن الرؤى اللي بتدل على التدين. كمان لبس الحجاب الاخضر بالنسبة للمرأة برضو من الرؤى اللي بتدل على الالتزام وكمان على التدين. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي تشوف اللون الاخضر، سواء تشوف انها لابساه او تشوفه قدامها، فمن الرؤى برضو اللي بتبشرها باقتراب ميعاد ارتباطها وارتباطها بشخص صالح وشخص على خلق. كمان اللون الأخضر من الرؤى اللي بتدل على تحول في حياتها بشكل عام، بيكون بشارة ليها برفاهية وبتحسن في مستوى المعيشة من الناحية الاقتصادية. كمان لو كان في هموم أو كان في مشاكل فمن الرؤى اللي بتدل على انتهائها. من الرموز برضو اللي بتدل على قدوم مال. لو كانت هي مريضة أو بتمر بأزمة مالية، أزمة صحية، فمن الرموز برضو اللي بتدل على انتهائها وعلى تعافيها. برضو لو بتمر بأزمات فبشارة ليها بانتهائها. لما تشوف ان هي لابسة حجاب لونه أخضر فده التزام وتقرب من الله سبحانه وتعالى. لما تشوف انها لابسة حقيبة لونها أخضر فده بشارة ليها بتحقيق شيء هي كانت بتتمناه. من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنية أو تحقيق هدف كانت بتطمح إن هي تحققه. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف اللون الأخضر فبشارة ليها بالاستقرار في حياتها بشكل عام، سواء الاستقرار من الناحية الشخصية، سواء علاقتها بزوجها، أو من الناحية الاقتصادية والمالية، فمن الرؤى اللي بتدل برضو على استقرارها. اللون الأخضر من الرموز اللي بتدل على راحة وعلى سكينة وعلى خلاصها من حزن وخلاصها من هموم، من مشاكل، وكمان بشارة براحة نفسية هي هتعيش فيها. كمان اللون الأخضر للمرأة المتزوجة ده تغييرات هتحصل في حياتها، والتغييرات دي هتكون تغييرات للأفضل، وكمان هي هتتبسط بيها، أو التغييرات دي هتسعدها. ممكن يكون التغييرات دي خاصة مثلا بانتقالها لبيت تاني أفضل، أو حصولها على شيء ثمين زي شرائها بيت أو شرائها لسيارة. المرأة اللي بتعاني من تأخير في الحمل لما تشوف اللون الأخضر بيكون بشارة ليها بالحمل والذرية الصالحة. المرأة الحامل بالفعل لما تشوف اللون الأخضر فده تعافي، لو كانت هي بتمر بأزمة صحية في فترة الحمل فمن الرؤى اللي بتدل على تعافيها. كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وكمان ولادة ميسرة. اللون الأخضر لما تشوف ملابس باللون الأخضر أو الفراش باللون الأخضر فبيكون بشارة ليها بمولود ذكر، والله أعلى وأعلم. المرأة المطلقة كمان لما تشوف اللون
الأخضر في المنام فبشارة ليها بعوض عن فترة صعبة كانت بتمر بيها. كمان لما تشوف الأرض الخضراء أو الزرع الأخضر فده بشارة بوصولها لشيء كانت بتتمناه أو كانت بتسعى ليه. كمان اللون الأخضر من الرموز اللي بتدل على رزق ليها وعلى خير قادم ليها. كمان لو كانت بتسعى للزواج وشافت انها بترتدي ملابس باللون الأخضر فبشارة ليها بالزواج من رجل هيكون صالح ورجل هيكون يعني تقي. الرجل كمان لما يشوف اللون الأخضر لو كان الشخص ده غير متزوج أو أعزب فمن الرؤى اللي بتدل على اقتراب زواجه. كمان اقتراب زواجه من فتاة على خلق ومن فتاة صالحة. لو كان عنده هدف أو ليه أمنية أو ليه شيء بيسعى لتحقيقه وشاف اللون الأخضر قدامه فده وصوله للشيء اللي بيطمح ليه أو بيسعى ليه. أحيانا كمان بتدل على وظيفة هيحصل عليها لو كان هو عاطل لا يعمل فمن الرؤى اللي بتدل على وظيفة كويسة هيحصل عليها وهتعود عليه بالمنفعة سواء بمنصب أو بمال. لو كان عنده مشاكل في عمله فمن الرؤى اللي بتدل على انتهاء المشاكل دي أو حل المشاكل دي خصوصا لما يشوف انه في العمل ويشوف فيه لون أخضر. برضو لو كان عنده مشاكل عائلية فمن الرؤى برضو اللي بتدل على انتهائها. اللون الأخضر من الرموز اللي بتدل على بدء عمل جديد أو بدء مشروع جديد والمشروع ده هيكون ناجح وكمان هيعود عليه بالربح. اللون الأخضر كمان للرجل بشارة بتوبة وبهداية وبقرب من الله سبحانه وتعالى وتبديل أحواله من الناحية الدينية. كمان بشارة بتحسن في حالته المادية لو كان بيمر ب يعني ظروف مادية صعبة فمن الرؤى اللي بتدل على تبديل حاله للأفضل وللأحسن. كمان لبس الملابس الخضراء لما يشوف الرأي انه لابس ملابس خضراء فدي برضو من الرؤى اللي بتدل على توبة وعلى هداية وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى كمان على نجاح وعلى تفوق وعلى قدوم خير وقدوم رزق. ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية اللون الأخضر في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.